أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وإلى مدين أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. ومدين قالوا إنه اسم من أسماء أولاد إبراهيم، وسميت القبيلة باسمه لأنهم كان عادتهم يسمون القوم باسم أبرز واحد فيهم فتسمى قبيلة مدين، فانتقلت من اسمه إلى اسم القبيلة ومن اسم القبيلة إلى المكان، بدليل أن الله قال في آيات أخرى ولما ورد مدين، يبقى إذن هو اسم انتقل إلى اسم قبيلة ثم انتقل من اسم القبيلة فصار علما على البقعة. قالوا في البقعة أنها من الطور إلى الفرات. شوفها بقى قد إيه دي. وإلى مدين أخاهم شعيبا، واحنا طبعا قلنا كلمة أخاهم ترقيقا لهم، يعني أنه ليس غريبا عنهم فهم يفهمونه ويعلمون وهو يحب لهم الخير لأنه أخاهم. كل دي الله قال إيه؟ فقال يا قوم اعبدوا الله. أول حاجة بيقولها الرسول لقومه اعبدوا الله، لكن يلاحظ إن سيدنا إبراهيم برضه قال للقوم اعبدوا الله ولا تشركوا به، لكن لوط ما جابش سيرة العبادة. هناك قال إن ولوطا إذ قال لقومه ما قالش اعبدوا الله، قال إنكم لتأتون الفاحشة إلى العيب الذي كان فيه، فلم يجد عنده ذكر اعبدوا الله، مع أن كل رسول جاي علشان هذه العبادة. يقول له أصل لوط كان من شيعة إبراهيم ومؤمن بديانته بدليل أن الله قال فآمن له لوط، يبقى هو تابع له، فما دام تابع له يبقى ينفذ التعاليم اللي قالها مين؟ ولكن الله خصه هنا بالمزيات الجديدة التي يريد أن يخرج بها قومه من الفساد اللي هي العملية إياها، ولكنه هيقول برضه حاجات كتير تانية. إذن هذا السبب في أن هناك ما قالش إيه؟ اعبدوا الله. هنا قال إيه؟ اعبدوا الله. اعبدوا الله أدي أمر، وارجوا اليوم الآخر أدي أمر ثاني، ولا تعثوا في الأرض مفسدين نهي. يبقى في أمرين ونهيين، نهي واحد، أمرين ونهي إيه؟ واحد على الأول. إذا أمرهم بأمرين اللي هو أن يعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وكل لا تعثوا أي لا تفسدوا، فيبقى زي ما تقول اضرب فلانا ضربا أو اجلس قعودا، يبقى مفعول مطلق بمعنى الايه؟ بمعنى الفعل، او انه اراد ان يجمع بين الامرين. رسول الفساد يبقى فساد متدارج، والفساد يبقى فساد ايه؟ ظاهر. كلام كويس قوي. هنا بقى وقفه احب ان تتنبهوا اليها، ان شعيب قال للمدن اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. كل امر وكل نهي لا يجاب عليه بانك كاذب في ذلك. ليه؟ لان ما معنى الكذب؟ الكذب هو ان يكون شيء قد وقع فتقول انه لم يقع، اي شيء لم يقع فتقول انه، وذلك يسموه خبر، بتخبر عن حاجة. إن كان كلامك ده يوافق الواقع تبقى صادق، إن كان يخالف الواقع تبقى كذاب. إنما شيء لم يقع له نسبة، ما وقعتش له نسبة لسه. لما واحد يقول لك، لما تقول لواحد قف يقول لك كذاب، يبقى إذا ده اسمه إنسي. يبقى الكلام في النسب
حاجتين اثنين، يا خبر يا انشاء. انشاء يعني بدك تنشئ دي حكم جديد، فكأن الحكم هيجي بعد ما تتكلم. يبقى ما دام جه بعد ما تتكلم يبقى ما يقدرش يقول لك انت كذاب ولا انت صادق، لان انت كذاب او صادق اذا كان الكلام اللي انت قلته مش موافق للواقع اللي موجود، وواقع الانشاء لا ياتي الا بعد ان تتكلم. مفهوم ضمن الكلام؟ ولذلك لما عرفوا ما هو الخبر، لما قسموا الكلام العربي قال لك ايه؟ الى قسمين، خبر وانشاء. كلمه خبر توحي بانك تخبره عن شيء، يقول له الشيء ده موجود وانت قلت انه موجود تبقى صادق، بالعكس يبقى كذاب. يبقى الصدق هو ايه؟ ان تناسب الكلمه اللي نطقت بها الواقع الذي حدث قبل ذلك. طب والكذب هو ايه؟ ان الكلمه اللي انت قلتها ده ايه؟ ما توافقش اللي وقع قبلها، يبقى كذب. يبقى هنا تقول انه صادق ام ايه؟ انه صادق او كذب. ايه الحكايه دي؟ قال لك عشان نبسطها على المتعلم نقول له المتكلم حين يتكلم يأتي بنسبة اسمها نسبة كلامية. قبل ما يتكلم به جال في ذهنه أن يقولها ولا ما جالش؟ ولا قالها كده؟ يبقى في نسبة كلامية. زيد المجتهد، قبل ما أقول لك أنا زيد مجتهد كانت دارت في ذهني اللي أقول لك، وقبل ما تدور في ذهني كان فيه واقع. صحيح في حد اسمه زيد المجتهد؟ يبقى كم نسبة دلوقتي؟ نسبته كلامية زيد المجتهد، نسبة ذهنية قبل ما اتكلم جت في مين؟ في بالي. طيب هل صحيح فيه واحد اسمه زيد ومجتهد صحيح؟ أو تبقى نسبة ايه؟ واقعية. تبقى ان كانت النسبة الواقعية وجدت قبل النسبة الذهنية والكلامية يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه خبر. اسم خبر. ما دام تقول كده يبقى تقول لي انت كذاب ولا انت صادق. انما بقول لك قف تقدر تقول لي انت كذاب، لان قف النسبة هتيجي بعدين انت واتني او ما تجيش ان عصيتني، تبقى النسبة الواقعية هتحصل بعدين ولا لا؟ انا حين اقول زيد المجتهد هل كلمتي لها تأثير في وجود النسبة ولا هي وقعت قبل ما اتكلم؟ يبقى اذا النسبة الواقعية ما بتجيش نتيجة للنسبة الكلامية. انما لما اقول لك قف وتقف يبقى الواقعية جايه بالنسبة لمين؟ للكلامية. يبقى عرفنا ان الكلام اما خبر واما ايه؟ انشاء. الخبر هو ايه؟ ان النسبة الواقعية تسبق النسبة الذهنية والنسبة الكلامية، والنسبة الكلامية فيه ليست سببا في حدوث النسبة الواقعية لأنها وقعت قبلها. وأما الإنشاء، إيه الإنشاء بقى؟ ما تتأخر فيه النسبة الواقعية عن النسبة الكلامية. وما دام تأخرت يبقى ما فيش نسبة قبلها، يبقى ما دام ما فيش نسبة قبلها ما تقدرش تقول لي أنت كذاب ولا أنت صادق. لما أقول لك افعل كذا تقول لي كذاب ما تقدرش. طب هنا قال إيه بقى كده؟ اعبدوا هذا أمر، وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والله كلها إنشاء. وهل يقال في الإنشاء أنك كذبت أو صدقت؟ فكيف يقول الله فيها فاستكبروا فكذبوه؟ الله، ادي اول اشكال، ادي اول ايه؟ كذبوه. تقول الوضع ده مش صح. ليه؟ ما هو اللي بيخلي كثير من الناس اللي بياخدوا كلام على القرآن يجيبوا لنا الاشكالات دي. تقول له كذبوه ده انت بتقول الكلام خبر والانشاء، والانشاء لا يقال لقائلها صدقت او كذبت لان النسبة فيه متأخرة. فزي يقول لهم اعبدوا وارجوا ولا تعصوا، ثلاثة انشاء. فكيف يقول الله له فكذبوه؟ يقول له انت اصلك انت ما خدتش القرآن اللغة العربية على انها ملكة، انت خدتها على انها صنعة. يبقى لما قال لهم اعبدوا الله وهو رسول من عند الله، ليه بيأمرهم؟ ليه بيأمرهم هذا الامر؟ عبادة الله واجبة فاعبدوه. لأنه ما أمر إلا لأنها إيه؟ فكأنه ما أمرهمش إلا عشان يؤدوا الواجب اللي عليهم. يبقى تعبدوه نشأ عن إيه؟ عبادة الله واجبة
وعبادة الله وجبته دي إنشاء ولا خبر؟ خبر. يبقى هو ده اللي قال فيه إيه؟ يبقى لما بيكذبوه مش بيكذبوه في قولهم اعبدوه أن عبادة الله واجبة ولذلك أمرتكم به. يبقى بيكذبوه في الإيه؟ طيب. واليوم الآخر كائن لا محالة فارجوه. خلاص؟ والإفساد في الأرض محرم، كلام خبري مش كده؟ فلا تعثوا في الأرض مفسدين. يبقى الأمران والنهي مش هم اللي مطلوبين، ده أنا ما أمرت إلا لأنها أمر واجب. فقلت الإيمان بالله عبادة الله واجبة، ولذلك أقول لكم اعبدوه. واليوم الآخر كائن لا محالة، ارجوه بقى يعملوا لمصلحته. والفساد محرم، افساد في الارض محرم. يبقى ما دام ينشا عنده اقول لكم ما تفسدوش، يبقى فكذبوه، يبقى كذبوه لايه؟ لعله الامرين ولعله النهي. والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. اعبدوا الله يعني خصوه بالعباده. والعباده الطاعه في الامر والنهي عن الايه؟ والانتهاء عن المنهي. هذه العباده ومكتوبه من كل. ودي شريعه الانبياء جميعا. شرع لكم من الدين ده ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه. يبقى في قضايا لا تختلف فيها الرسالات، وهي ان نعبد الله، وهي ان نؤمن باليوم الايه؟ ثم تاتي احكام شرعيه افعل كذا ولا تفعل كذا. هذا تشريع فيه الايه؟ يتنسخ ويجي، انما دي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش نسخ. فكذبوه فاخذتهم الرجفه. او قبل كده يقول قول الله ايه؟ اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر. تيجي اليوم الاخر تقول انا اترجى اليوم الاخر، ولا اعملوا ما يناسب رجاءكم له. اعملوا ما يناسب رجاءكم له. انت ترجو اليوم الاخر ليه؟ تحب انه يوجد ليه؟ ده لان عملت عمل طيب ايه؟ ونفس اليوم الاخر يجي علشان اعمل ايه؟ عشان اخد جزائي. والا لو كانت المساله كده كان يقول خافوا اليوم الاخر. يبقى الرجاء معناها ايه؟ اعملوا ايه؟ ما يؤهلكم لان ترجوا اليوم الاخر. ليه؟ لان الانسان لا يرجو الا النافع له، وما دام بيرجو النافع له يبقى اعمل بقى علشان تتشوق لليوم الايه؟ اليوم الاخر وايه؟ وترجوه. طيب وهل اذا امن الانسان ونفذ احكام ربه امرا ونهيا يبقى الامور اللي تجيله في الاخره دي يعني رجاء ولا حقه؟ هنا بيقول يرجو، انما هي ما دام قالت ادخلوا الجنه بما كنتم، اللي يعمل صالح هدخله الجنه، يبقى بحقه واجب له ولا مش واجب؟ يبقى كيف يقول انه رجاء؟ ليه؟ واجب. وقال لك خد بالك بقى، علشان اصل جزاءنا في الجنه فضل من الله. ليه؟ لان ربنا ادانا المسألة من قبل ما يكلفنا. خلقنا وخلق لنا وأمدنا بقى بالطاقات والنعم اللي احنا شايفينها قبل ما يكلفك. يبقى ان كنت هتعبد يبقى يا دوب اياك تقضي ثمن الجميل اللي انعمل. يبقى ان كان هيسيبك بعد كده في الاخره يبقى مجرد الفضل. ولذلك قال في آية أخرى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. الله، لانك انت لو على الحساب الله انت جيت وبعدين استخدمت واحد، وقبل ما تستخدمه انت يا شيخ انت هتخدم عند الشهر ب 100 جنيه خد ال 100 جنيه اهو، ولا يجيب لك حاجات اكثر من 100 جنيه يقول لك بقى تعالى اخدم. تقول له يجي اخر الشهر تقول له اديني ثاني، طب انت خدت حقك. يبقى ان جه اخر الشهر وحط ايده فيه في 5 جنيه في 10 جنيه في 20 جنيه يبقى فضل ولا مش فضل؟ كذلك. ولذلك قال ايه؟ ارجوا. ليه؟ لان الجزاء في الاخره عند التعقل يعتبر تفضلا من الله،
ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله تعالى أنت وديت الولد المدرسة وبتصرف عليه وتديله لبس وتديله أكل وتديله مش عارف إيه وهو بيروح الإيه؟ يروح المدرسة. وبعدين لما ينجح يبقى يجب يؤدي لك الفرحة اللي تناسب اللي عملوا لك. فإذا جه بعدها ولا خد هذا كمان دي تبقى دي فضل ولا مش فضل؟ يبقى هنا أرجو بقى. اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هو معنى لا تعثوا في الأرض مفسدين لا تفسد فسادا ظاهرا زي دلوقتي أو تعمل حاجات أنت في ظهرك إنها نافعة وبعدين تطلع إنها ضارة. إزاي؟ إيه يعني؟ القرآن قال في سورة قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زمان كانت الدولة بتهدد القطن والقطن ده كان المحصول الرئيسي في البلد مش كده؟ فلما الدولة تهددنا في أساس اقتصادنا فبقت الدنيا تقوم عشان إيه؟ الإبادة ويعملوا بقى الناس ويطلعوا ويروحوا ياخدوا الورق ويقطعوه يدوي. وبعدين لما أمريكا اخترعت الدي ده ولا المدود قلنا بس ارتحنا وبقوا يعملوا الدي ومش عارف ايه. صحيح أول مرة نفع وبعدين أتاري الدود بقى كيف دي خد عليه ونعمل دي ولا يموتش الله. انما اللي كان عاملها قصد كده فهو قال لك انت بس انت ما انتش عارف الاصول. لما تعمل حاجه اعملها على اصولها شوفها هتنفع في ايه وبعدين تضر في ايه. وقيسوا الضرر بالنفع عرفوا انها ضرت النباتات وضرت الحيوانات وضرت الناس وقاموا ايه اللي اكتشفوه حرم استعماله. ادي معنى لا تعثوا في الارض ايه مفسدين. اول ما اخترعوا بقى السياره يا سلام المشوار اللي كان يقعد مني 3-4 ايام وانت بروح له ايه في ساعه ولا في 2 ويشيل او تحمل الاثقال ويعني مش عارف ايه. قال لك ايوه سهله عملت فيك نفس. انما لو انت عملت احصائيه بالضرر اللي عملته تلحق له اكثر من النفع. لان كان زمان يجيب السيارات قبل الطرق حتى ما تترسب وعلشان واحد يروح من مصر لمصر بر بقى يمشي على البتاع. شوف الغبار اللي بيطلعه في لدرجه ان السياره اللي زيها ماشيه ورايا لك استنى بس لما الغبار ده يهدي لانه عمال بايه يستنشق. وشوف الزرع اللي على الطريقين لا ايه اللي جراله الله. يبقى لما تجمع الخسائر دي ما تأديش قد الراحه اللي